بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي جعل نعمة الأمن وجعل خدمة الوطن شرفا وأمانا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. السيد والي ولاية اللجنة الأمنية المحترمون، السيد النائب العام المساعد، السيد رئيس مجلس قضاء الإلزام، السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا بكل فخر واعتزاز المسيرة المشرفة لمؤسسة الأمن الوطني وما حققته من إنجازات في سبيل حماية الوطن وخدمة المواطن. يأتي إحياء هذه الذكرى تحت شعار جاهزية عملياتية ببصمة رقمية، وهو شعار يعكس رؤية استراتيجية ترتكز على تعزيز الجاهزية العملياتية والميدانية وتطوير الأداء العملياتي وتسخير التكنولوجيا والتحول الرقمي لدعم العمل الشرطي بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة العمومية ورفع كفاءة الأداء المهني لمواجهة مختلف التحديات الأمنية بكفاءة واحدة. في غمرة الاحتفال بالخامس من شهر جويلية الذي ما زالت أنواره تشع في آفاق الجزائر الحبيبة، تحل علينا الذكرى 64 لميلاد الشرطة الجزائرية التي تعد من المؤسسات الهامة في الدولة الجزائرية. هذه المؤسسة الرائدة التي ولدت من رحم ثورة التحرير المجيدة، حيث رأت النور وتشكلت نواتها الأولى مع وجوه فجر الاستقلال، وكان ذلك بوسائل بسيطة وتقليدية ولكن بإرادة فولاذية مستلهمة من النبع اللوفمبري الأصيل، أرتقت اليوم إلى هذا المقام الرفيع كمؤسسة جمهورية تطالع بمعية شركائها العلميين بمهام الحفاظ على النظام العام واستفادته. واعتبارا لحجم وأهمية المهام الممثلة لجهاز الأمن الوطني، فإن العمل على تطوير أدائه وعصرنة آليات عمل الملتزمين يتضمن أولوية قصوى في برنامج التنمية الشاملة للقيادة العليا للبلاد، وهذا وعي منها بأهمية المكان التي تحتلها الشرطة الجزائرية لغرض المؤسسات ونجاح الدور المنوط بها في إطار التصدي للجريمة بمختلف أشكالها. ويترجم هذا الاهتمام الكبير واللامحدود من خلال الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الدولة الجزائرية لعصرنة جهاز الشرطة يواكب مقتضيات الحداثة ومستلزمات التطور التي ترفعهما الجزائر الجديدة
على أكثر من صعيد، أين تم تدعيمه بتعداد بشري هام من مختلف الأسلاك والرتب والتخصصات، تلبية لحاجيات المنشآت الشرطية الجديدة المنجزة حديثا، والتي تندرج في إطار استراتيجية تمديد رقعة التغطية الأمنية تماشيا مع توسع النسيج العمراني للبلاد واستعداد ولايات جديدة مع مراعاة توازن التعداد وفق ما تمليه القواعد العملية المنظمة لذلك. وهنا يجدر التنويه للتزايد الملحوظ في التعداد، وهذا بفضل عمليات التوظيف المبرمجة بمعية السلطات العمومية خلال السنوات المتتالية، والتي توجت بتعزيز صفوف الشرطة بالوافدين الشباب، حيث بلغت تشكيلتها البشرية اليوم 232,353 موظفا بمختلف الرتب والأسلاك، إلى جانب إنجاز عدد معتبر المنشآت القاعدية الكفيلة باحتواء هذا التعداد الهام وتجهيزها بكافة الوسائل والمعدات الضرورية لتأدية المهام الشرطية بكل أريحية على تنوع تخصصاتها. وباعتبار أن المورد البشري هو العمود الفقري في البنية الهيكلية لمؤسساتنا الأمنية، وأعطيت كل الأولوية لتحضيره وتكوينه بالشكل الذي يتوافق مع مقتضيات الميدان العملياتي، وبهذا تم مراجعة مناهج وبرامج التكوين وتأهيل مدارس الشرطة للرقي بها إلى المستوى المطلوب لتضطرع بمهام التدريب وصقل المهارات وفق رؤية استشرافية تراعي الاستجابة الدقيقة والفورية لحاجيات الخدمة في جهاز الشرطة. وبالموازاة مع كل هذا تولي القيادة العليا للبلاد أهمية خاصة لضرورة إيجاد سبل كثيرة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، نظرا لطبيعة مهامهم وصعوبة ظروف أدائها، وهي في غالب الأحيان محفوفة بالإجهاد والمخاطر. ونظرا لحساسية الخدمات الشرطية، يبقى انتقاء العنصر البشري من أهم العوامل الأساسية لضمان المزيد من تطوير الأداء في صفوف الأمن الوطني. لذا أعطيت الأولوية في التوظيف استقطاب مختلف التخصصات، لا سيما التقنية منها التي طفت على سطح التطور التكنولوجي، بل فرضت ضرورة الاستعانة بها لمواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في المجال العلمي كالذكاء الاصطناعي وغيره من العلوم الأخرى التي تفتقت عنها العبقرية الحديثة، يستوجب التسلح بها كقيمة مضافة في العمل الشرطي. وكل هذه العوامل مجتمعة حفزت الشرطة الجزائرية على مد جسور الشراكة بشكل أعمق مع الجامعة الجزائرية، كونها الحاضنة الأولى لهذا الزاد المعرفي. أيتها السيدات أيها السادة، في ظل هذه العوامل التحفيزية المميزة التي مفاتيح السلطات العمومية ترسي قواعدها على سكة تطوير الشرطة الجزائرية وعصرنتها، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني كل ثقلها على هذا المسار التنموي للتطلع إلى آفاق رائدة، مستعينة في ذلك بنبراس العلم وإتاحة الفرصة لما تسخر به من كفاءة المؤهلة، قادرة على رفع التحديات والانخراط التام ضمن موجبات الاستراتيجية الشاملة، لا سيما في مجال الرقمنة باعتبارها آلية ناجعة في المساعدة على اتخاذ القرار المناسب عن دراية وتبصر. وعلى مسار هذه الاستراتيجية الممتدة الأبعاد وما تتوخاه من أهداف في الميدان العملياتي، تمت المبادرة بوضع كل السبل القانونية والتقنية للولوج بسلاسة إلى إدارة رقمية من شأنها إضفاء ليونة ونجاعة على ممارسة الوظيفة الأمنية في ظل الاحترام التام لقوانين ونظم الجمهورية. وهذا ما كان مسار الشرطة من التخلص من أشكال الروتين في معالجة العديد من المسائل الأمنية التي تتطلب الدقة في التكفل والإسراع دون التسرع لتحقيق النتائج المرجوة في الأجل المطلوبة. كما يجدر التنويه بهذه المناسبة السعيدة إلى ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من مكاسب، خصوصا برسم السنة الجارية، والتي لم تكن لتتحقق في ظرف قياسي لولا الدعم والمرافقة اللذين وفرتهما لها السلطات العمومية من خلال تدعيمها وتعزيزها بهيكل
تنظيمي يليق بحجمها كجهاز أمني يطلع بمهام حساسة وجليلة تتمثل في حماية الأشخاص والممتلكات. أكيد أن تنظيمها الهيكلي الجديد الذي ينطلي على تواجدها على الصعيدين الجهوي والمحلي سيضع مصالح الشرطة وهياكلها ومنتسبيها أمام تحديات كبرى تتطلب المزيد من التضحيات والجاهزية العملياتية الدائمة للرفع أكثر من مستوى الأداء الأمني كالتزام يفرضه نظام الخدمة في جهاز الشرطة، واهتماما منها بحجم التحديات الأمنية وما تفرضه من تجنيد وتسخير لكل الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي لكل ما يتولد عنها بكل حزم وبالسرعة المطلوبة. تبنت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة علمية أو عملية عمادها التحليل الدائم والمستمر باليقظة والدقة في الاستقراء لكافة المعطيات والمؤشرات للاستشعار المسبق بجميع أشكال التهديدات والأخطار والكشف الفوري عن كل ما يمس باستقرار البلاد وكل محاولة تستهدف أمن المواطن وتعكر صفو حياته، وهذا ضمن عمل مشترك وبالتنسيق الكلي مع مختلف الشركاء الأمنيين وعلى رأسهم جيشنا الوطني الشعبي. أيها الحضور الكريم، مرة أخرى أجدد عبارة الشكر والامتنان للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على ما لمسناه من دعم ومساندة ترجمتها قراراته الرشيدة في مسيرة تطوير جهاز الأمن الوطني وعصرنته، مع تقديرنا وامتناننا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في تسويد المديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم هيكلي يدعم أركانها ويعزز مهامها خدمة للصالح العام، داعيا منتسبي مؤسستنا الأمنية إلى تثمين هذه المكاسب والمحافظة عليها والتعبير عن ذلك من خلال مضاعفة الجهود والمزيد من التضحيات. ومن هذا المقام أيضا أهنئ كافة مستخدمي الأمن الوطني على اقتداء أسلاكهم ورتبهم بهذه المناسبة السعيدة، مسديا خالص التبريكات للذين استفادوا من ترقيات إلى رتب أعلى، والشكر موصول إلى جميع المتقاعدين الذين كان لهم الفضل في وضع الأسس القاعدية لهذا الجهاز العتيد. كما أقف وإياكم بهذه الذكرى وقفة ترحم وإجلال أمام طيف الأرواح طاهرة لشهداء الواجب الذين قدموا ضريبة الدم مقتفين أثر أسلافهم الأشاوس لتبقى الجزائر الحبيبة مصانة ومهابة العرين ومرفوعة الهامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الختام أجدد عبارة الترحاب بضيوفنا الكرام الأكارم الذين نوروا بحضورهم رحاب المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تحيي ذكرى تأسيسها في حلة هيكلية جديدة. كما أغتنمها سامحة لأدعو بإلحاح منتسبيها إلى مضاعفة الجهود والتحلي بروح اليقظة الأمنية والشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من موقعهم كأعين حارسة لا تنام خدمة للبلاد والعباد. مجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم متابعة طيبة وتحمل مسؤوليات أكبر في أداء المهام المنوطة به. وفي هذه المناسبة السعيدة نمر الآن إلى مراسيم تقليد الرتب لفائدة نخبة من مستخدمي الأمن الوطني الذين نالوا ترقية مستحقة تتويجا لمسارهم المهني وتقديرا لانضباطهم وكفاءتهم وإخلاصهم في أداء الواجب. فليتفضل السادة المعنيون بالترقية لتقليدهم رتبهم الجديدة، متمنين لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في أداء مهامهم. صورة الذكرى.
الصورة لنا هذه الفكرة. عن خالص الامتنان والعرفان، فإننا نتمنى لهم موفور الصحة والعافية وحياة ملؤها الطمأنينة والسكينة جزاء لما قدموه من خدمات جليلة للوطن ومؤسسة الأمن الوطني. الآن أدعو كل من متقاعدي الشرطة السيد شتوان محي الدين والسيد بحري الوادي ومتقاعد كما أدعو كذلك حسين دواجي متقاعد الشرطة حسين دواجي محمد للتفضل للمنصة. فإلى أمر رجال الشرطة نتوجه بخالص. ما أدعو كذلك التلميذة جداح أو بالحاج
إلى السيد رئيس أمن الولاية، رئيس أمن ولاية غيزان بوشريط أحمد، بمناسبة ترقيته إلى رتبته الجديدة مراقب شرطة، وهي ترقية مستحقة تعكس الثقة التي حظي بها وتتويجا لمسيرة مهنية حافلة بالجد والاجتهاد والالتزام والقيادة الرشيدة. لقد شكلت توجيهاته وحرصه الدائم على تعزيز الجاهزية العملياتية والارتقائية وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف المصالح الأمنية، دافعا لمواصلة العمل خدمة للوطن والمواطن. باسمكم جميعا وباسم إطارات وموظفي أمن ولاية غيزان نتشرف بتقديم هذه اللفتة التكريمية عربون وفاء وتقدير، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في مهنه وأن يسدد خطاه وأن يكلل مسيرته المهنية بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة الجزائر ومؤسسة الأمن الوطني. بهذه المناسبة يتفضل السيد السيد الوالي الولاية مرفوقا بالسيد نائب رئيس أمن الولاية نيابة عن جميع موظفي أمن غيزان بتكريم السيد رئيس أمن الولاية.